بس علبة التكية أكبر من الحسيني صراحة. فهنشوف بقى التقييم بتاعنا، فاضل التست الجودة بتاعت الكشري. فأنا هقيم بقى ايه، هدي التكية هديله 6/6، الحسيني هياخد 4/6. العلبة أصغر شوية، والطعم طبعا يعني ايه، ده كشري الشارع اللي أنا بالنسبة لي مفضلش أوي كشري الشارع، بقرب لكشري التكية. فدي وجهات نظر كده معانا. التكية أخد العلامة الكاملة، أخد 11/11، وطبعا الحسيني أخد 9/11. فنعلن فوز التكية ووصوله إلى النهائي. ندخل في المواجهة نصف النهائي التاني، كاركو بالمواجهة سلطان يلاعب الخديوي. ومن نظرة كده الصلصة، من أول ما شفت كل الصلصات كده شفت صلصة أتقل صلصة هي كانت صلصة الحسيني، بعد كده التكية، والصلصات التانية بتاعت الخديوي والسلطان. الخديوي كان أتقل سنة والسلطان كان أقل. والسلطان الرز باين عليه حاسه مكسر شوية صغير خالص، أما الخديوي الرز بتاعه متماسك وزي ما هو. فنجرب ونشوفه. أول واحد السلطان، نجرب ونشوف. ده السلطان، نشوفه الخديوي. الخديوي باين عليه اللي هي مكرونة كتير شوية، بس في رز، بس باين عليه اللي هو ايه، فاتح كده، مفيش توابل كتيرة، مش موفر. فنشوفه مش قادرة تطلع ولا ايه. لاحظنا حاجة في بقى التقليب. السلطان حاطط كشري العدس بجبة، حاطط عدس بجبة، بس حاطط رز بدل الرز، حاطط كشري أبيض بالعدس الأبيض. فمديله طعم تاني كده ايه، مش عارف ايه، أول مرة أشوف كشري بالشكل ده بصراحة. أما الخديوي كشري عادي بس هادي بقى منه، التوابل فيه قليلة، التوابل اللي حطيتها في الصلصة قليلة، مش قوية قوي. فهوصل مين للنهائي هنشوفه في التقييم. معانا السلطان، معانا الخديوي. اول حاجة الباكجينج، كل واحد هياخده، خدمة كل واحد هياخدها، السعر كل واحد، الاتنين متقاربين، احنا موحدين قصدي، بس الاتنين متقاربين في الحجم. ممكن السلطان اكتر سنة. اما الطعم هدي الخديوي 4، وهدي السلطان 3.